السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا إيه؟ معانا كده صنف من الخضار دايب وجميل، وكمان معانا الفراخ القمر دي. تعالوا نشوف عملناها إزاي وإيه هي وعبارة عن إيه. حاجة سهلة وبسيطة، كل الخضار ولادي هياكلوه من غير ما يحسوا إن هو في حاجة متغيرة. طبعا اول حاجة هتاخد معايا وقت وسوى، وهي الذرة دي اللي هي الذرة الصفراء، اللي هي الذرة بتبقى مسكرة. طبعا هقشرها، بس انا عشان معاكم بعمل بايد واحدة هقشرها كلها واشيل كل الشعر اللي فيها ده، وهرجع لكم تاني هقول لكم هعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا نضفتها وظبطتها، وهبتدي ان انا اكسرها بالشكل ده كده. قسمت كل واحدة على 3، قسمتها بالسكينة. هقشر كل الكمية وهحطها كلها وهتتسلق معي. انا جايبه الطبق كله ب30 جنيه. طبعا قرن فلفل لقيته مش حلو استغنيت عنه، لان انا جايبه شنطه الخضار دي قبل بيوم. كان بطاطس، وجبت كيلو بطاطس وقرنين فلفل، وحطيت عليهم كمان قرنين فلفل رومي، بس حبيتين يعني كده حبيتين وبس. وكانت يعني اكله حلوه. بصوا استوت، بقول لكم استوت. انا طفيت عليها بصراحه وسبتها مع نفسها لما الميه بردت شويه، عشان كده عرفت امسكها. ده البصل اللي كنت مقطعاه معاكم جوليان. كنت ناويه اعمل صينيه البطاطس واحطها في التلاجة بصراحه اطلعها على التسويه، بس ما كانش الوقت يعني سعفني، عشان بقف كتير ورجلي بتتعبني كتير، فما بحبش ان انا اقف كتير في المطبخ. لما باجي اقف مره واحده احب اقف اعمل حاجه جنبها، حاجه بسيطه عشان تسهل عليا فيما بعد وقت. وهنا كمان قطعت نص قرن الفلفل احمر ونص قرن الفلفل الاصفر، وحطيتهم كده مع بعض مع الذرة مع البصل. قطعت جزرايه من الجزر اللي احنا شلناه في التلاجة، لو تفتكروا في المنظم مع مع الطماطم والخيار. طبعا خيار حابين نعمل سلطة، حابين نعمل كده، وان شاء الله هنعمل سلطة. ولو محتاجينه كمان مخلل تقدروا تحطوه في مية المخلل زي ما انا عملت الخيار معاكم. لو في مكان بتحطوه معاه عادي، يعني هيستوي مش هيقول لا، ويكون طعمه حلو وجميل وزي الفل. وهنشوف هنعمل ايه، وهنعمل خلطة شكلها ايه وحاجات جميلة. وهنا كمان جبنا المشروم وهنقطعه، هنقل منه كام واحدة وهقطعه رفيع بصراحة، ان الولاد ملهمش تقل عليه، فانا مش عايزاهم ياخدوا بالهم ان الخضار ده كله ينقوا منه البطاطس ويسيبوه كله. بصراحة هغسله الاول قبل ما اقطعه، وبعد كده هقطعه كده بالشكل ده. وزي ما انتوا شفتوا معايا انا ما جبتش كل الكمية دي مرة واحدة، انا جبت الحاجة حاجة. وانا كان عندي الذرة دي في الفريزر شايلها زي ما هي نية، شايلها في الفريزر وبس. قطعت المشروم زي ما انتوا شفتوا كده بالسكينه، قطعته وكان شكله حلو وحجمه مناسب. تقدروا تقطعوه اكبر من كده عادي جدا. انا قطعت البطاطس مكعبات كده، وانا مش عايزه البطاطس تنزل نشا خالص، فبقى غسلتها بعد ما قشرتها، وغسلتها بعد ما قطعتها تاني، يعني عشان خاطر كمان ابقى ما فيهاش اي نشا كده. كل الخضار مع بعض عايزين تقطعوا الذره ارفع من كده، تقدروا تقطعوها صوابع. هتقطعوها بعد ما تقطعوها 3 زي ما انا قطعتها كده، هتقطعوها نصين وبعد كده تقطعوها تاني، تبقى حلوه وزي الفل. وهنا كمان هتعملوا ايه؟ اللهم صل على النبي. هتقطعوا زي ما انا شايفه كده، وانتوا شايفين معايا. طبعا بحاول اجمع الفيديو، والله الجو مش عارفين حر من برد مخلي الواحد مقرف خالص، وتعب المدارس طول الاسبوع بيهلك الواحد خالص يعني بصراحة. كل يوم نزول وطلوع نزول وطلوع ودروس. الله يكون في عون الجميع يا رب. اللي معهوش اطفال ربنا يرزقه باطفال يا رب، قولوا اللهم امين. هنا كمان حطيت حوالي معلقتين صلصة، وحطيت ورق لورا، زعتر، روزماري، اللي هما الفريش اللي جبناهم مع بعض، وهقدر ان انا احتفظ بيهم زي ما هما كده في الفريزر.
بس هنا في غلطه انا غلطتها، المفروض ان انا كنت غسلتهم، ان هم اعشاب يعني برضو مش مغسولين ومحطوطين كده، فانا كنت المفروض ان انا اغسلهم قبل ما استخدمهم، فما جاش في بالي بقى بصراحه، يعني انا حطيت على طول ونسيت خالص. وهنا كمان حطيت ورق لورا، وحطيت بابريكا، وحطيت مكعب مرقه. مش هحط بهارات فراخ، انا عايزه الاكل يبقى هادي كده. هحط توم بودره، بصل بودره، انا حطاهم على بعض، هحط منهم شويه صغيرين، مش هحط كتير. وهحط عسل، العسل هينقل لي الدنيا دي كلها في سكه تانية خالص، رغم ان الذره مسكره بس مش بتنزل يعني السكر بتاعها ولا حاجه. فانا هنا عايزه احركهم شويه يعني ما يبقوش كده. هحط لهم حبه ميه عشان تبقى متظبطه معايا. كل المقادير اللي انا عملتها في الخلطه هكتبها لكم على الشاشه عشان تشوفوها وانتوا تتفرجوا على الفيديو. في ناس كتير مش عارفه يعني ايه صندوق الوصف. طبعا انا غسلت الفراخ، وهنا الفراخ كانت جميله وتحفه. اهم حاجه الفراخ تتغسل كويس. انا ما بغسلش الفراخ غير بايه؟ بملح وليمون. امسك حته الفرخه كده ادعكها بملح وليمون وتبقى زي الفل. بصوا انا هنا عامله الورك على 3. الورك عاملاه على ايه؟ على 3. تقدروا تعملوا الورك على 3 زي ما انا عملت، او تقدروا تجيبوا فرخه كبيره وتقطعوها شيش براحتكم. تجيبوا فرخه تقطعوها 4/4 زي ما انتوا عايزين. التقطيعه دي بتبقى حسب ما انتوا ايه عايزين او حابين. هنا انا طلعت الوراك قطعتها على 3. لو جبت وراك كبيره، بحب اجيب الوراك الكبيره دي اعملها في الفراخ المقرمشه، او اعملها بالطريقه دي بتبقى حلوه في صينيه بطاطس. اعملها بيض وبقسماط، اسلقها واعملها بيض وبقسماط، بتبقى في منتهى الجمال وبتبقى حلوه جدا. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. وبكده بقى انا مش هحطها على النار. بصوا انا بقلب بالمعلقه بصراحه، ما عرفتش اقلب. كوسه انا كنت مقطعاها عشان هعمل كوسه بشاميل، فاخدت منها حبه برضو، وجزرايه بسيط كده، كله بسيط بسيط. بصراحه انا ما بحبش الجزر اكله كده غير في البسله بس، فبصراحه اكلته مع الخلطه دي كلها كده، والتتبيله السحريه دي طلعت تحفه. تقدروا تعملوها كده وتقدروا تعملوها بطريقتكم. انا حطيتها في التلاجة وحطيت على وشها كيس. انا كنت مصوره المقطع بس مش عارفه المقطع ما جاش ليه، ما عنديش يعني شنطه كبيره تخش في الصينيه، فغطيتها من فوق بدل ما احط استرتش وكده. غطيتها من فوق ورحت منزله الكيس كده عليها، يعني غطى وشها عشان وشها ما ينشفش في التلاجة او تكرف في اي حاجه في التلاجة، ان برضو فيها تتبيله. فرحت حطاها بقى على النار وشلت الكيس طبعا وحطيتها على النار، وزي ما انتم شايفين دخلتها بعد كده الشوايه. استوت ودخلتها الشوايه، كانت في منتهى الجمال. ونصيحه خلوا الذره من تحت ما تخلوش من فوق. هي كانت طريه وكل حاجه بس كانت عارفين يعني كانت خلاص فاضلها ثواني وهتتشوي. وهنا كمان خدت حبه من الصوص وحطيتهم كده من على الوش عشان المع بيهم بقى صينيه الفراخ. وزي ما انتم شايفين انا حطيتش حاجه خالص عليها غير شويه زيت. حابين تستغنوا عن الزيت براحتكم. وعملت جنبها شويه رز اصفر، وانا قصدي ان انا اعمل كميه الرز كبيره عشان تقعد معايا اعمل جنبها اكل تاني. كانت في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذه وكانت تحفه. للامانه كانت تحفه والله. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا بقى انا هنا بغرف، فكانت بقى في منتهى اللذاذه. لذيذ والله لذيذ، كانت جميله جدا. اعملوها بالطريقه دي والصوص الرهيب ده. هي ولا منها بصلصه ولا من غير صلصه، صوصها خفيف جدا. ان الصلصه دي مش حمرا قوي، لازم احط منها كميه، وانا لو حطيت منها كميه هتغير الطعم. فكان لازم اي صلصه جاهزه احط معاها شويه سكر عشان تعادل نسبه الحموضه بتاعتها. فانا بصراحه استكفيت فيها بيها كده، يعني ان انا حطيت عسل. وهنا بقى الخضار كان رهيب، كان لذيذ جدا. الولاد بصراحه ما حبوش الذره كده، ما اعتقدش ان انا هجيبها تاني. يعني عدي بياكلوا الذره بس ما حبوهاش جنبي، يعني الرز وفي البطاطس والفراخ كده. في طريقه تانية هعملها لكم بيها بقى بالجمبري، كان هتبقى رهيبه. كنت هعملها الفراخ في الكيس الحراري بس قلت لا، انا هعملها لكم الطريقه التانية بالجمبري في الكيس الحراري، هتبقى احلى واجمل اكيد طبعا، عشان في كذا حد طلبها مني. وانا قلت لهم طب وليه، ما احنا هنعملها في البيت اسهل وانضف واوفر
وحاجه كده لوز عنب العنب. ان شاء الله يا رب تعجبكم، واكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. شايفين بقى الخضار كده داخل في بعضه؟ انتوا عارفين انتوا بتاكلوا ايه؟ هي دي كوسه ولا ده بتنجان ولا ده ايه بالظبط؟ شويه خضار ملهمش حل. ولا الفراخ، بصوا بقى الفراخ يا وعدي يا وعدي سخنه جدا والواحد مش عارف يقطم، ولحمها جميل وابيض. وانا كمان كنت قاصده ان انا ما افتحش الفراخ، ان كده كده هتشرب في التتبيله، عايزاها تفضل بيضه وجوسي من جوه ما تنشفش. لما بفتحها بتنشف، وانا كده كده مقطعاها صغير فكنتش محتاجه ان انا افتحها. بقول لكم هنا الذره بدوقها كمان طلعت رهيبه. كل الاكل كان سخن وكان جميل، والف هنا وشفا لما تجربوا.